عايز امثل اصلا في وسط ده كله. انا من وانا صغير وانا عايز يمثل يطلع ظابط، ما تفهمش ايه العلاقه يعني. معاك في بعض. ما لهمش علاقه ببعض خالص، بس عملت ظابط مرتين ثلاثه عشان في التمثيل. فانا يا عايز امثل بس انا مش فاهم يعني، مش فاهم انا يعني لما كنت اخش السينما مثلا اتفرج مثلا على الاستاذ عادل امام في الحريف، اخرج من البتاع اشوط طوب في الشارع وامشي في الشارع وحاجات كده بقى، واعمل نفسي بقى واشوف مش عارف ايه اعمل مش عارف. فبدات احس ان انا عايز ابقى في الحته دي. بس انا مش فاهم برضو يعني بتوصل لها ازاي. فطبعا ما لقيتش حاجه غير فريق الموسيقى. ماشي. فالاستاذ محمد ندى بقى ده مدرس الموسيقى، فلقيت المساله احلى لان انا بغيب عن الحصص عشان بنتمرن على مش عارف ايه. فدخلت الاول العب كمانجا، بدات العبها كويس، وبعدين كان عندي مشكله بقى في الصباع الخامس ده انه ما بيجيش كده يعني. مهما ان انا احاول اجيبه كده عشان يجيب النغمه هو مش جاي، هو مش جاي. فطب اعمل ايه؟ طب بيانو، طب اكورديون، واعزف في حفلات، واطلع اعزف نشيد الصباح بلادي بلادي الصبح على الطابور. واخد الموضوع للاخر. ثالثه ثانوي بقى ايه، انا الموضوع شعل في دماغي بتاع التمثيل وما بقتش حابب المدرسه خالص. طبعا ده غلط يعني طبعا. علشان ايه انا بقول ان ده غلط. ايوه وبدانا ننط من على السور ونروح سينمات وحاجات زي برافو تجربه حلوه. بس لغايه لما ايه حد اتعلقت على سور المدرسه قبل كده؟ الايه؟ اتعلقت على سور المدرسه قبل كده يعني؟ لا ما عرفتش بس وقعت ورجلي اتجزعت مره وانا بنط السور. ماشي. يعني حصلت لي دي. وطبعا شبيح بقى، بقيت شبيح واخد بالك عشان كل ده من اجل التمرد على الشكل. انت فاهم؟ ده انه حلو مالك بس. واللي هو اخش مثلا بعد الحصه ب5-6 دقايق فالمدرس يقول لي مش عارف ايه، فاقوم ردد عليه بطريقه مش كويسه. عيب عيب عيب. ويجي لي استدعاء ولي امر ورفض اسبوع يعني عشت انا الحاجات دي. الام كانت بتيجي ولا الاب؟ امي طبعا. كانت بتيجي في استدعاء ولي امر. امي انا عايش مع امي. انا عايش مع امي. ابويا بشوفه كل فين وفين. اخواتي بشوفهم كل فين وفين. لكن انا عايش حياتي مع امي وجدتي لحد ما حصل تقريبا في الفتره دي وفاه جدتي. وفاه جدتي. المدرسه بقى وانت بتساعدوا الامر والحاجات، طب الام بتتخض من الحاجات دي؟ لا بتتخض. وامي بقى عشان مفيش اب فكانت قاسيه عليا جدا. كانت بتتعامل كانها هي الاب مش الام. فاهم؟ وده كان مضايقني جدا. طب وهي كانت شايفاك كيوت فبتستغرب ان التصرفات عامله كده ولا بتستغرب يعني؟ مش انت بتعامل وش اخر طبعا في البيت اللي هو الكيوت بحاول بحاول بس بتفلت مني احيانا يعني واخد بالك. واللي هو بقى ايه بدايه شرب السجاير وورق الشجر واعمله كده في صوابعي ومش عارف ايه بترش علشان ما تشمش واتقفشت برضه عادي. ما فيش اي مشكله خالص. هي لما كانت بتيجي المدرسه تتخض بقى من ان بيقول ابنك بيعمل كذا ورد على الاستاذ وقال له كذا ومش عارف ايه. استحاله. ايه ده احمد؟ استحاله. معقوله؟ طبعا مستحيل. بس طبعا ايه بيحصل. خلاص يعني رمت بقت كده رمت الطوبه بقى بس بتحاول يعني. اللي كسرني موت جدتي. لان زي ما قلت لك انا امي كانت الاب. وجدتي الله يرحمها هي الام الحنينه بقى اللي بتدلع اللي بتعمل كل. فانا كنت رايح هناك اكتر طبعا. عند جدتي. فلما توفت وانا راجل البيت وانا اللي لازم اتحمل مسؤوليه كل حاجه وتصاريح ودفن ومش عارف ايه وبتاع، حصل لي كسره. كسره جوايا وتفكير في ان انا لازم اكون مسؤول. انا امي ملهاش حد غيري، انا راجلها الوحيد. فانا لازم اثبت لها ان انا راجل مش ان انا اعيل تربيه واحده ست. صح. فاهم انا قصدي ايه؟ ايوه طبعا. فالاحساس ده وكان برضو بيساعدها خالي الله يرحمه. كان بيجي لي برضو يديني علق لما الله يرحمه لما الدنيا تبوظ يعني. بس طبعا ده كل ده قبل ثانوي يعني. انا بقول لك بعد موتها انا انكسرت. حصل لي كسره وحصل لي حته انا عايز اتحمل المسؤوليه. انا عايز اكون قد المسؤوليه اللي انا اتحطيت في ثانوي. من وانا في ثانوي من وانا صغير اصلا انا معايا ستتين في البيت. فانا من وانا صغير اصلا عامل فيها مركز في ان انا عايز ابقى انا اللي حاميهم يعني. وانا حته لو حد شاطه كده برجله عادي. طب انت في الهرم
ما فكرتش مره في مسرحيه اروح المنطقه دي؟ رحت كذا مره، بس كنت بتلخبط من الاتوبيسات، لان انا كنت بركب اتوبيسات. اوكي. فقعدت اسال وبتاع وعبيط طبعا لغايه لما عرفت ان الاتوبيس مش عارف ايه بشرطه يروح فرحت وقابل اصحابي وبتاع اني اعرف اعثر على البنت اللي انا كنت بحبها دي طبعا خلصت، دي انتهت خلاص، ربنا يديها الصحه يكرمها بقى دلوقتي، وهي ايا كانت المكان اللي هي فيه. فالمهم انا في حد بقى ايه عرفني على حد يعرف الاستاذ مجدي ابو عمير. اوكي. ده وانا في ثانويه عامه، فكان هو بيصور مسلسل اسمه ذئاب الجبل. طبعا. تمام. ذئاب الجبل ده انا شافني وكنت تختوخ انا كنت تخين. اوكي. ده برضو من ضمن برضو أيوة الحاجات واللي خليني دايما ابلطج ان انا مش تخين لا فوق. ده انا تخين حلو. ده انا تخين حلو وحلو عضل. ده مش دهون دي. فايه فقال لك ايه اديله دور بيقول جمله كده، جمله واحده، كومبارس متكلم عادي يعني. انا افخر ان انا اقول في ذئاب الجبل. فكان مشهدي مع وائل نور كده ومش عارف بيرمي عليا فرخه وبقول له كده ومش عارف ايه. فالمهم الجمله اللي انا قلتها دي، ومجدي ابو عميره كانوا دهنين اسود وهو مصورني بقفايه. اوكي. فجالي مجدي ابو عميره وقال لي على فكره انت كويس على فكره. انا طبعا بالنسبه لي طبعا جنان. انا قلت جمله ايه اللي كويس؟ مين اللي كويس؟ اللي كويس من الجمله اصلا. فقال لي انت كويس على فكره وليك مستقبل وحاول تخش المعهد. بيروحوا له ازاي؟ ابوس ايدك قول. انا بقى ايه الموضوع شعشع في دماغي. مجدي ابو عميره بيقول لي انا كده تمام. انا بس ففضلت افكر في الموضوع. التنسيق جاب لي تجاره، فدخلت تجاره. عايز اقدم طبعا. انا ما فيش الكلام ده بقى. انت يعني اسمها بيقولوا عليه ايه، مشخصاتي. هتطلع مشخصاتي. انا جدتي الله يرحمها في عرق تركي. أوكي. ومش عارف ابوها كان باشا من البشوات حاجه كده. انا اول مره اقول الكلام ده على فكره. انا بفضفض. ايوه فتراكوه بقى، وجدها كان باشا وبتاع. فاللي هو مفيش حاجه اسمها مشخصاتي يا جماعه، فنان ممثل رساله وده سفير بلده في اي حته، ده مش عارف. مفيش الكلام ده.